ظاهرة سلبية موجودة حاليا في أكادير، وصراحة قامت تكثر في المدن الثانية مثل طنجة، رباط لا صراحة ما واجهت. مراكش وهذه المدن الأخيرة، يعني المدن السياحية، هذه الظاهرة السلبية حاليا قاعد تكثر في هذه المدن. كل الاحترام والتقدير، حنا نتكلم يعني الشيء السلبي والشيء الإيجابي نحاول كثر ما نقدر. الشيء السلبي نبعد وما نبي نتكلم فيه، لكن حبنا حق المغرب وحبنا حق السياحة اللي في المغرب ونعتبره بلدنا الثاني. وتشوفون أنا بالنسبة لي أجي المغرب ممكن في السنة يعني أنا من سنة ونص للحين جاي المغرب 42 مرة. 42 مرة يعني هذا الشخص يحب هذا البلد ويحب هذا الشعب ويحب كل شيء في هذا البلد الطيب، كسياحة وكشعب وكعادات وكتقاليد ومن هذه الأمور. لكن الظاهرة السلبية اللي موجودة حاليا اللي هم المتسولين، قبل أنا قلت متسولين وقلت فيديو متسولين محترمين، ويجيك أما يعطيك وردة أما يعطيك شيء ميدالية أو شيء ويأخذ من عندك اللي الله كاتبه. لكن حاليا صراحة موضوع إخواننا الأفارقة البشرة السوداء يعني كثرانين، وخصوص في أكادير. الأطفال اللي عمرهم 8 سنوات 7 سنوات، هذه الظاهرة سلبية وظاهرة يعني تعكس شيء ما هو طيب صراحة عن المغرب وعن الشعب المغربي. فما نحب نشوف هذه الأشياء اللي موجودة، وصراحة صار الأمر مزعج. يعني نشوفهم أطفال صغار 7 سنين 8 سنين وهم يلحقون السياح. يعني أمس سايح أجنبي يعني طلع صوته وقاعد يصرخ وانا فهمته وامور، وهذه الاطفال ما لهم ذنب ومن هذه الامور. لكن ممكن يجي واحد يصور ويشوفها المغرب عايش في فقر، او لا المغرب ما هو عايش في فقر. هذول ناس يعني معينة ممكن من جهة يعني ما ادري من وين هم جايين. لكن انا اتمنى هذا الفيديو يوصل حق المسؤولين. التسول خصوصا في اكادير صار شيء مزعج حق السياح، واتمنى قاموا يدخلون حتى حق المطاعم حق القهاوي يلحقون السياح في كل مكان. فهذا الامر مزعج، واتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديو يوصل من محب حق الشعب المغربي والكل شيء ما هو في المغرب. السلام عليكم ورحمة الله.